الرواية بتتكلم عن حياة سيدنا بلال رضي الله عنه، وهي من المحاولات اللي بتربط حياة الصحابة بالحياة الواقعية اللي بتحصل معانا دلوقتي، وبتحاول إن هي تدينا شوية عظات وعبر من حياة الصحابة في حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي. هل نجحت في كده ولا لأ؟ أنا يوسف طلعت، وتعالوا نشوف. رواية شفرة بلال للكاتب أحمد خير العمري، وهو كاتب عراقي متميز بأن هو بيكتب النوعية ديت من الكتب والروايات، ودي كانت أول قراءة بالنسبة لي ليه يعني. فتعالوا نتكلم عنها، إيه القصة بتاعتها باختصار من غير ما نحرقها، وإيه المميزات والعيوب. إيه الرواية بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن طفل اسمه بلال، اتسمى على اسم سيدنا بلال بن رباح، سماه كده هو أبوه العربي المسلم، وأبوه مالوش أي علاقة بيه غير كده، إن هو سماه اسمه وانتهى الموضوع. وبلال بيبدأ ان هو يكتشف ايه سبب تسميته بالاسم دوت، وايه الحكاية ديت، عن طريق واحد اسمه امجد، وامجد دوت بيكتب قصة سيناريو لفيلم عن سيدنا بلال بن رباح. هيتواصلوا مع بعض ازاي، وايه اللي هيحصل، وهل بلال هيعرف القصة بتاعت سيدنا بلال كلها وهتأثر في حياته ازاي، خاصة ان هو عنده اصلا بعض المشاكل اللي موجودة في حياته، فهل القصة دي هتساعده ان هو يحل المشاكل بتاعته ولا لا. الروايه كانت لذيذه بصراحه، والنهايه بتاعتها واقعيه، لان احنا كلنا اظن لما بنقرا النوع دوت من الروايات بنبقى عارفين ان احنا خلاص رايحين على نهايه متوقعه، لكن النهايه في الاخر ما كانتش فيها الجزء اللي احنا بنتوقعه في الاغلب يعني. ده غير ان الربط بين الاحداث اللي بتحصل لبلال الصغير وبين الاحداث اللي بتحصل لسيدنا بلال بن رباح كان كويس. انا في بعض الاحيان كنت بحس ان هو يعني فين وكده، بس في الاخر اكتشفت ان هو كان كويس في المطلق، وان الفكره وصلت بطريقه كويسه توضح ايه اللي الكاتب كان عايز يوصله من الروايه. لو جينا نتكلم عن العيوب، وهنبدا بيها واحده واحده كده، اول حاجه بصراحه هي ان كان في بعض الجمل قليله قليله قوي كمان، اللي بحس ان تركيبها مش مظبوط. يعني هي الجمله مش مكتوبه غلط، مفيش كلمات غلط او مفيش حاجه غلط، بس تركيبها مش حلو. يعني مثلا هديكم مثال مش موجود في الروايه عشان تفهموا انا قصدي ايه. يعني ذهب الولد الى المدرسه، جمله جميله مترتبه وزي الفل. مثلا ممكن تلاقي في الروايه ايه؟ ذهب الى المدرسه الولد. هل التركيب غلط؟ لا. هل الجملة نفسها غلط؟ لا. هل أي حاجة غلط؟ لا. بس التركيب تحس إن هو مش مستصاغ يعني. بالنسبة لي على الأقل يعني دوت اللي أنا حسيته وأنا بقرأ، بحس إن في جمل كده اللي هو في الريتم بتبقى واقعة. إن أنا لما باجي أقرأ الرواية بحب قوي إن أنا أحس إن الكلام ماشي سلس، موجة واحدة بمعنى أصح يعني. فبلاقي الجمل ديت ساعات بتروح موقعاني، فعشان كده يعني. بس هي قليله جدا، وبرده تاني هي مش غلط لغوي ولا غلط نحوي ولا اي حاجه من الحاجات دي. العيب التاني بقى هو في بعض الحتت اللي بيعمل فيها جامب كات. يعني ايه جامب كات؟ يعني بتلاقيه مثلا اللي هو انت داخل في لحظه مهمه جدا ومش عارف ايه، ومره واحده بتلاقي خلصت. طب يعني ايه بقى؟ طب فين الخناقه؟ فين مش عارف ايه. اللي هيبص على حاجه زي كده هيلاقي فيه في اخر الروايه لقطه في السينما كده. اللقطه اللي في السينما ديت انت يعني خدها في صفحه ونص، فانا مش فاهم ايه ده. يعني ماشي انت واخد الموضوع في سكه ان هو كتاب يعني توعيه عن الدين وكده، فانت مش عايز تحط فيه حاجه مش كويسه مثلا، او يعني ده اللي انا بيجي في دماغي مثلا. فخلاص ما تحطش لقطه تجرك للجزء ده وبعد كده تقطع يعني. ما تجرش نفسك للجزء الغلط وتقطع عنده علشان ما تقولش الغلط. يبقى ما تجيش من الاول على الناحيه دي. يعني مثلا ايه؟ يعني هي مش حلقه قوي يا جماعه، بس يعني بصوا، هي الفكره ان انت في السينما واتنين بيحبوا بعض ومش عارف ايه، فاكيد هيمسكوا ايد بعض، هيتكلموا كلمتين رومانسيين، هيعملوا مش عارف ايه. وفي اللحظه دي انت هتبقى محتاج ده، انت هتبقى محتاج ان انت تشوف الحته دي. هو ما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي. هو مسكوا ايد بعض، اتقطعت اللقطه، فدي مشكله. وفي مشكله تانية بقى، هي برضو نفس الفكره، ان هو برضو بيعمل جامب كاتس بس في حاجات تانية بقى. انت جاي لي عند لحظه مؤثره جدا بتتكلم فيها، وانا خلاص يعني هبدا اتاثر، بلاقيك رحت قافل موقف خلاص. طب يا اسطى، يعني انت ماسك قصه سيدنا البلال لو اتحكت لوحدها هتخليني اجيب صريخ عياط، وقصه البلال التاني لو اتحكت لوحدها هتخليني اجيب صريخ عياط. بتيجي هنا عند الحته اللي انا بقول يعني انا وانا بقرا عايز ادي روايه اكتر من ثلاثه، فبقول له ايه؟ تعالى عند الحته دي، اضغط بقى اضغط بقى عشان هدمع، اضغط بقى عشان اتاثر، اضغط بقى عشان اي حاجه. وانا عن نفسي يعني انا ادعي كده ان انا اهبل وبعيط من اي حاجه. تمام. ما عيطتش في روايه، ما دمعتش غير في جزء، وهو يا دوب كده اللي هو يعني. طب دوس يعني. قصه سيدنا بلال مثلا وهو بيتحرر من تحت الصخره، اظن ديت مش هيبقى فيها اي حرق، لان انتوا عارفين كلنا ان سيدنا بلال اتحرر من تحت الصخره. قالها بشكل كده: تحرر بلال من تحت الصخره. طب ماشي. يعني هتفهم في الجزء ده انت كنت بتتكلم كده ليه. بس في اواخر الروايه كان في بقى خلاص يعني الناس كلها بدات ان هي تخش في سنه العواطف وكده. انت ما خلتنيش احس معاهم، ما خلتنيش احس باي حاجه. لحظات المفروض ان هي تبقى مؤثره جدا ما تاثرتش بيها.
لحظات انتصار ولحظات انكسار ولحظات انهزام لناس ولحظات ان ناس تانية بتطلع وناس بتتحرر من مشاكلها وناس بتقع في مشاكلها. كل ده انا بقرأه اكنه خبر في جورنال اللي كاتبه بشكل نصي نثري، بس مفيش اي مشاعر. فدي مشكلتي، ان انت كان معاك قصه لسيدنا بلال لوحدها تخليني اعيط، قصه لبلال تخليني اعيط، قصه لامه تخليني اعيط، قصه لامجد اللي هو اللي بيساعد بلال نفسه تخليني اعيط، وانا ما دمعتش في الروايه خالص. فيعني اتمنى ان بقيه الروايات بتاعت الكاتب تكون فيها نوعا ما ان هو بيركز على المشاعر. انا شايف ان دوت مطلوب، ان انت بتتكلم عن حد تحرر من عبوديته بسبب الدين الجديد. ليه انا ما اتاثرش بحاجه زي كده؟ يبقى انت عملت حاجه غلط. ايه الحاجه الغلط؟ انا ما اعرفش، بس اظن هي فكره ان انا قلت لكم ان هو ايه، هو سحبك 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 واخدك لحد الباب، اول ما توصل لحد الباب يسيبك بقى، يلا بقى روح انت. فانا ما بروحش، ما هو وديني يعني، وديني قول لي عمل كذا ثم حصل كذا ثم مش عارف ايه، فانا هبدا اتاثر وافهم اللي حصل وافهم دوافعه ومشاعره ساعتها فازعل عليه. انما انت لا، انت بتقول لي ايه؟ تحرر بلال من العبوديه. تمام، انت كده وصلتنا لحد الباب، احكي بقى مشاعره ساعتها وقت ما كان بيتحرر من العبوديه. لا، ما حكاهاش. بلال التاني مش عارف عمل كذا كذا كذا. طب احكي بقى هو ايه اللي حصل، ايه المشاعر، ايه مش عارف ايه. لا، هو مصمت، كائن مصمت حصل له الموقف ده. فدي كانت حاجه بصراحه بتضايقني في الروايه، وده كان مخليني مستغرب بصراحه، ده اللي اداني ثلاثه، اللي خلاني اديها ثلاثه. بس هقول لكم برضو على ميزه كويسه. الميزه ديت ليها عيب برضو يعني، بس خلينا مع بعض. الميزه يعني ان في حاجات انا ما كنتش اعرفها عن سيدنا بلال في القصه، او كنت اعرفها بطريقه مختلفه، ولما قراتها في الروايه قلت لا انت كده غلط او انت ماشي غلط، ومع ذلك طلع هو اللي صح. يعني انا هديكم مثال بسيط في الروايه، هتلاقوا ان انا معلم عليها وعامل على كذا خط وعلامات استفهام، لان هنا انا بقى أنا كنت خلاص كنت هدي الروايه تقييم قليل قوي. لان الفكره في ايه؟ انا عارف ان سيدنا بلال هو اللي قتل اميه، اللي هو اللي كان سيده قبل الاسلام يعني. بس لما جيت اقرا الروايه هنا لقيت ان اللي قتله مجموعه من الانصار، فانا استغربت، قلت هو سيدنا بلال هو اللي قتله ولا مجموعه من الانصار هم اللي قتلوه ولا ايه اللي حصل؟ ولما بحثت فعلا بقى ودخلت فعلا جوه اقرا، طلع فعلا ان مجموعه من الانصار هم اللي قتلوا اميه، مش سيدنا بلال اللي قتله بسيفه يعني. او ممكن يكون هو ساعدهم بس مش هو اللي قتله، زي مثلا ما شفنا في مسلسل سيدنا عمر، او زي ما كلنا عارفين اللي هي ان سيدنا بلال هو اللي قتل اميه، يعني سيدنا بلال هو اللي مسك السيف وقتله، مش ده اللي حصل. فالميزه بصراحه في الموضوع ان انت كل حاجه تاريخيه اتكلمت عنها عن سيدنا بلال وعن التاريخ بتاع الاسلام وكده كانت صحيحه وما فيهاش اي حاجه غلط، وهو اصلا في الاخر كمان حاطط المصادر. بس انا عندي مشكله تانية بقى في الموضوع دوت، ان انت لما بتيجي تعمل ريفير لاي حد تاني من الصحابه او لاي حد بتقول هو او هي او هم او مجموعه من الناس، ما تقول اسماء وعرفني. يعني مثلا حرره احد الصحابه، طب ما تقول حرره ابو بكر الصديق، لو حد ما يعرفش المعلومه هيعرف المعلومه. نعته احد الصحابه بابن السوداء. يعني هو فضل حوالي مثلا 15 صفحه بيتكلم عن الموضوع وازاي ان الموضوع اثر في نفسيه سيدنا بلال، وما قالش مين الصحابي، مع ان الصحابي ابو ذر الغفاري. قال بعدها ب 15 صفحه في حته عرضيه وهو ماشي. طب يعني ليه ما قول لي ان نعته في مره من المرات نعته ابو ذر الغفاري به يا ابن السوداء وهذا ادى الى كذا 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 كذا، واحكي القصه. ليه تقول لي نعته احد الصحابه؟ ما احنا عارفين اسم احد الصحابه. فاديني المعلومه بحيث ان انا ابقى عرفت ان فلان الفلاني عمل كذا. وفي حاجات تانية طبعا زي كده، يعني بيقول لك هو، هي، شخص ما، احد الصحابه، ما تقول اسماء. فدي الفكره يعني هو تاريخيا كان مظبوط، بس كان محتاج ان هو يحط شويه تفاصيل كمان تخلي الناس زي ما بتعرف قصه سيدنا بلال تعرف ان في حد معين كان بيساعد في حاجه، تعرف ان في فلان الفلاني كان بيعمل كذا، وهكذا يعني. لكن في المجمل انا الروايه ما ضايقتنيش، هي بس الجزء بتاع ان هو يتك شويه على المشاعر وكده يعني. بس هي تجربه لذيذه ومحاوله كويسه لان هو يربط بين حياه صحابي من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام بحياه حد موجود في العصر الحديث، وازاي ان احنا ناخد عبره من حياه الصحابي دوت ونطبقها في حياتنا. فلذيذه، واظن ان انا ممكن اقرا له حاجه تانية واجرب واقول لكم برضو عنها يعني. فلو عجبكم الفيديو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك طبعا وتشتركوا في القناه وشيروا الفيديو دوت للناس اللي بتحب النوعيه ديت من الكتب. وقولوا لي بقى في الكومنتات لو عايزين كتب تانية نعمل لها مراجعات، او لو عايزين اي حاجه من انواع الفيديوهات قولوا لي وان شاء الله نعملها. يلا اشوفكم في فيديو جاي.